مرحبا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا في أحسن حال. الفيديو اللي بدكم تشوفوه اليوم إن شاء الله تصويره كان يوم الجمعة. أول إشي أنا بدي أفطر، بعدين نروح نعمل غدا سريع، بعدين بدنا نطلع مع بعض مشوار هيك أورجيكم أغراض كتير حلوة. أنا بدي أروح أشتري أغراض، بس هاي الأغراض رح تكون بلون واحد، بدي أتسوق هيك أركز على لون معين هلأ بتشوفوا بالفيديو. هون أنا وصلت على بيت أختي ولقيتها بدها تعمل الغدا، قلت لها هاتي أنا بطبخ عنك. ما بعرف مين بصير معه هيك، بتكونوا رايحين على بيت حدا بتلاقوا حالكم تطبخوا وبتساعدوا وبترتبوا. ما بعرف، أنا بحب أساعد ونعمل الغدا بالسريع علشان كمان بدنا نطلع نتسوق اليوم. وعلى طريقتها هيك قطعنا الخضار، خشن بطاطا وبصل وبندورة، ممكن تحطوا فلفل أو جزر، وحطينا ملح وفلفل أسود وبهار كاجون، بيكون في بابريكا وبصل بودرة وتوم بودرة زعتر، ومعلقة كبيرة من بهار مكتوب عليه ماجي تركي أو ماجي بالخضار، بيكون طعمه كتير زاكي، كتير بيفرق عن الماجي العادي. شوية عصير ليمون وحطيت شوية زيت وخلطت الخضار مع بعض، وحطيت رشة من الهيل الناعم، أعطتها طعم برضو كتير زاكي. جبت دجاجتين، شلت عنهم الجلد، الدجاجتين صغار لأنه إحنا بنحب البطاطا بهاي الأكلة أكتر من الدجاج. وحطيت نفس البهارات، ملح وفلفل أسود وهيل وكاجون وبهار ماجي وشوية زيت وشوية عصير ليمون. ولا تحطوا الدجاج ني بالصينية، بتجيبوا مقلاية وزيت حامي وشوحوا الدجاج من الجهتين علشان ياخد لون حلو. هاي الحركة تعطوها هيك صدمة، كتير بتفرق بالطعم بدل ما تحطوها نية. وبنجيب صينية بنحط الخضار وعليهم الدجاج وعليهم كمية منيحة من المية المغلية، وبنحطها بالفرن لحوالي ساعة ونص وبس. والله أسرع وأذكى وأسهل أكلة. وهيك شكل الصينية بعد ما طلعناها من الفرن. نسيت أقولكم إنه الأفضل إنكم تغطوا الدجاج بورق زبدة بورق قصدير علشان ما ينشف معاكم بالفرن. ممكن تاكلوا معاها رز أو خبز، بس إحنا بصراحة هيك تقيل بطاطا مع الدجاج، وحطينا هيك سلطة خضراء عادية وسلطة خيار ولبن. وهلأ بدنا نطلع أنا وياكم نتسوق، عبالي أشتري أشياء باللون الأخضر. وصلت هلأ محلات ماكس وجاي أشوف شغلات وأغراض باللون الأخضر. بالمرة ما بقدر أقاوم إكسسواراتهم لأنها كتير حلوة وأسعارها معقولة. شوفوا لي هذا الخاتم ما أحلاه، عن جد كتير حلو. هدول كمان مجموعة من الخواتم، على فكرة الأسعار رخيصة وهم كمان عاملين عروض. بلون أخضر فستقي، أخضر قريب من الأزرق، كتير حلو. وشوفوا هدول عن جد ألوانهم بتاخد العقل، موف مع أصفر مع أخضر، مجموعة، وكأنه الأسعار بين ال3 وال4 دنانير. هلا انسوا كل اللي شفناه وشوفوا لي هدول المجموعة ما أحلاهم، عن جد بيجننوا باللون اللي بيسموه الأخضر الملكي. هدول كتير حلوين للمناسبات، عن جد فخمين، اللون كتير حلو. ضربت عيني على الجهة اللي فيها السناسيل، هيك حطيت كمشي بإيدي علشان أفرجيكم. طبعا هذا كل واحد لحال، هدول برضو بيلبقوا على المجموعة اللي شفناهم قبل شوي. أنا احترت شو بدي أخذ. وشوفوا هدول مجموعة الحلوقة ال4 كليتهم 3 دنانير صراحة ولا إشي. وركزولي على اللون الأخضر اللي على جنب. ولقيت هذا السنسال، ما بعرف هيك حاطينه بعلبة لحاله، بيجي مركب عليه قطعتين، برضو كتير حلو. لقسم الشناتي، بس ما لقيت اختيارات كتير سواء باللون أو باللون والشكل. ولقيت شنطة تانية، بس درجة اللون مختلفة شوي، وكمان حتى حسيتها بسيطة زيادة عن اللزوم. هلأ بدي أفرجيكم الشنطة اللي اشتريتها، بتجنن. طبعا ركزولي كم مرة بالفيديو حكيت كلمة بجنن وكتير حلو. ما علينا. وشفت لكم هذا ما بعرف شو بتسموه، سابو مش عارف، المهم انه حاطين له هيك رف كامل من هذا اللون، عن جد بياخد العقل. انا عندي كتير لبسات باللون الاخضر، فحبيت البق لها اكسسوارات او اشياء برضو باللون الاخضر. كمان هذا كتير حلو. وهيك احنا روحنا وخلصنا، الساعة كانت قريبة الساعة 10 بالليل، والدنيا عن جد كتير برد، بس ما بعرف ليش طلبت معي بوظة. شفت الناس ماشيين بالشارع بياكلوا بوظة، عن جد اشتهيتها. انا كمان بحب كتير اكل بالسيارة، ما بعرف ليش الاكل بالسيارة إله طعم تاني. النكهة اللي انا كتير بحبها ولازم دايما اطلبها اللي هي التشيز كيك، تشيز كيك بالتوت بالفراولة اي اشي.
اشتريت هاي الشنطة، هي هيك كتير صغيرة كتير بسيطة للمشاوير السريعة، هيك يعني عملية كتير. وهم حاطين جواها هيك جزدان صغير كتير كيوت، بس الجزدان طلعت درجته غير درجة لون الشنطة، بس مش مشكلة يعني. وكمان هاي الساعة برضه هيك عجبتني درجة اللون. أنا بحب الساعات تكون أنعم، بس هذا اللي لقيته هيك ساعة كبيرة شوي. هذا الخاتم أنا كتير حبيته لأنه ذكرني بالموضة القديمة. هاي الخواتم كانت كتير منتشرة زمان، عن جد كتير حبيته. وهاي الإسوارة اللؤلؤية اللي بلون أخضر، شوفوا لي ما أحلاها وما أنعمها، وعلى فكرة كمان كتير فخمة. وهاي الشالة أبيض وذهبي وأخضر زيتي. للأسف هو الأخضر مش مبين بالمرة بالتصوير، بس هذا أخضر حتى مش زيتي ولا بني زي ما هو مبين، هو لا من درجات الأخضر. الشالة كتير حلوة على الطبيعة، التصوير كتير ظالمها. هاي الشنطة عن جد ما قدرت أقاومها، تصميمها كتير غريب. انتوا ركزوا لي هيك على التفاصيل، تفاصيل هيك بارزة، والشنطة تقيلة ما شاء الله، يعني نوعيتها منيحة. والحديد اللي عليها هيك مذهب، فمذهب مع أخضر لونها كتير حلو، أخضر غامق. بدي أفرجيكم كمان هيك من جوا كتير كبيرة ووسيعة، بس هي مستطيلة. وهيها من جوا هيك كتير واسعة وكبيرة ما شاء الله. ما بعرف، أنا عن جد وقعت بغرامها هاي الشنطة، عن جد والله ما قدرت بالمرة أقاومها. يعني ما شاء الله كتير مرتبة. شوفوا لي من الجهة التانية كمان، يعني هيك بتحسوها بارزة، بتحسوا موديلها هيك كتير مبين، فخمة. يعني أنا مزوقة ليش الحكي. لسه قاعدة بفرجيكم في تفاصيل الشنطة. المهم احنا السنة الماضية عملنا على القناة فيديوهات لتنسيقات موضة الخريف، فإذا بتحبوا بنعمل كمان فيديوهات بنحكي عن موضة الخريف والألوان المنتشرة هاي السنة. هيك خلصت، إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. لا تنسوني باللايك وتعليقاتكم الحلوة. سلام.